بنزيما. بنزيما مرة أخرى لمبابي، حلوة مبابي ليفاندوفسكي، التسديد كرة حلوة، جول 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 جول. ليفاندوفسكي بتسديدة ولا أروع. سلام الله عليكم عشاقي فوتبول في كل مكان. في الفيديو ده حبيت أشارككم مباراة من المباريات اللي لعبتها في ديفيجن 5، مباراة نارية ومليئة بالحماس الصراحة، مباراة مليئة بهدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف. فيلا بينا عشان مطولش عليكم نروح على المباراة على طول. طبعا ده الخصم في ديفيجن 5 زي، وهنا بقى كنا بنطمن على الأسهم اللعيبة كانت تمام الحمد لله. تعالوا بقى أوريكم تشكيلة الخصم، تشكيلة جبارة. تشكيلة الخصم سواء اللي في الاحتياط أو الأساس تشكيلة جبارة، مفيش حد أقل من 7، يعني أقل واحد عنده 97. تشكيلة أسطورة الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اليوم في مباراة تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الأرجنتيني، ونبدأ الكرة من مع المنتخب المغربي، من مع كريم بنزيما لليفاندوفسكي، والوانتو التسديدة حلوة، جول 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 جول. أول أهداف اللقاء وفي أول دقائق المباراة يشعلها كريم بنزيما بتسديدة ولا أروع، وبوانتو ولا أجمل بين كريم بنزيما وليفاندوفسكي علشان يسجل كريم بنزيما أول أهداف اللقاء. وهنا مبابي يمر بطريقة مجنونة، مبابي والتسديدة وحكرة حلوة، جول 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 جول. مش ممكن، مش معقول الجنون اللي بيحصل. شكلها هتكون مباراة نارية ومباراة حماسية. امبابي يسجل الهدف الأول وهدف التعادل، وبتسديدة وبمرور ولا أروع من امبابي علشان يسجل هدف التعادل. وهنا بنزيما يضيع هجمة خطيرة. حكيم زياش يودي عند بدري بنزيما والتسديدة، لكن يا ولد يا ولد يا ولد، تصدي ولا أروع من دوناروما، حارس عملاق ومعروف دائما في مباراة الأونلاين بتصدياته الرائعة. بنزيما زياش والتمرير حلوة، بنزيما والتسديدة، لكن القائم مش ممكن، مش ممكن، جنون جنون جنون. تسديدة ولا أروع من بنزيما لكن تصطدم في القائم. امبابي والمرور ولا أروع، مش ممكن، مش ممكن. امبابي أبو التفانين يبصيها حلوة لبانتو لكن ما تكملش. أراخو واقف ليه هنا، باريلا يوديها ليفاندوفسكي، التمرير الحلو عند امبابي، خطيرة والله خطيرة والله. امبابي بنزيما مرة أخرى لمبابي، حلوة مبابي ليفاندوفسكي، التسديدة كرة حلوة، جول 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 جول. ليفاندوفسكي بتسديدة ولا أروع، وبوانتو ولا أجمل بين بنزيما ومبابي علشان توصل لليفاندوفسكي ويسددها بتسديدة ولا أجمل علشان ينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 للمنتخب المغربي. محمد صلاح يودي على امبابي ماشي، مساحات فاضية، لكن أراخو يا ولد مدافع قوي، لكن هنا خطأ، مش ممكن، خطأ لليونيل ميسي، والتسديدة وكرة حلوة، جول 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 جول. مش ممكن، جنون المباراة، مش ممكن الريمونتادات، ومش ممكن العودة اللي بتحصل من المنتخبين. حكيم زياش حاول يمر لكن في فاول، بالفعل قرار صحيح من الحكم البولندي. ضربة حرة مباشرة، زياش على التنفيذ،
هل يا ترى يفكر يلعبها وفعلا يفكر يسددها ناحية الجون، ولكن تصطدم بالحائط لتخرج إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي. زياش على التنفيذ، زياش والعرضية وميسي، لكن فين ما توصلش. لكن هنا غلطة مش ممكن لباريلا، والتسديدة حلوة. جول 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 باريلا، وبهدف ثالث وبتسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من باريلا علشان يسجل الهدف الثالث. ولكن هنا فلاوفيتش والتمرير مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لكن تيرشتيجن الألباتروس يتصدى لها، يتصدى ويمنع هدف ثالث. وهنا بدري يحاول لكن تنقطع، وهنا رودري والتسديد وكرة حلوة. جول 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 بتسديدة صاروخية نارية من رودري علشان يعود من جديد، و3 أهداف مقابل 3 أهداف. مباراة مليئة بالأهداف ومليئة بالحماس، ومش ممكن جنون وعظمة المباراة. هل يا ترى المنتخب المغربي يستطيع التقدم أم المنتخب الأرجنتيني له رأي آخر؟ أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. وهنا بنزيما يحاول يوديها، لكن فين تنقطع حلوة. لكن بدري مرة أخرى، بدري عند هالاند، هالاند الميسي والتسديدة، ومش ممكن مش ممكن. دوناروما، وبالفعل دوناروما يتصدى لأخطر هجمات اللقاء علشان يصفر حكم اللقاء وينهي المباراة بتعادل 3 أهداف مقابل 3 أهداف. طب يا جدعان، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فما تنساش بقى صاحب اللايك الجميل لو عجبك الفيديو، والاشتراك لو عجبك المحتوى. سلام.